بيبدأ الفيلم بطفل اسمه هارولد وبيكون عايش جوه كتاب لقصص الأطفال، وبيكون هارولد معاه قلم سحري لونه بنفسجي، وبيقدر هارولد ان هو يرسم بالقلم ده اي حاجة هو عاوز يحولها لحقيقة، لدرجة ان هو بيرسم 2 من الحيوانات علشان يبقوا اصحابه وبيسميهم إل وبوركي. وبيقضي هارولد وقته مع اصحابه وبيكونوا مستمتعين جدا، وقبل ما يناموا كل يوم بيتكلم معاهم مؤلف الكتاب، وما بيكونش هارولد واصحابه عارفين اسم الشخص المؤلف، وعلشان كده بيلقبوه بالراجل العجوز. وبتمر الايام وبيكبر هارولد وبيكون عاوز يشوف الراجل العجوز، لكن الراجل العجوز بيقوله ان ده ما ينفعش علشان هو عايش في العالم الحقيقي، لكن هارولد فضوله بيغلبه. وتاني يوم بيكون محضر قائمة اسئلة طويلة جدا عن العالم الحقيقي، وبينده على الراجل العجوز علشان يجاوبه على اسئلته، لكن الراجل العجوز ما بيردش عليه. فبيقرر هارولد ان هو يرسم باب علشان يروح للعالم الحقيقي ويدور على الراجل العجوز ويقابله. واول ما بيفتح الباب بيودع هارولد اصحابه وبيطلب منهم ان هم يستنوه لحد ما يرجع، وبعدها بيعدي هارولد من الباب وبيتنقل للعالم الحقيقي، وبيفرح جدا لما بيشوف الناس حواليه، وبيكون فاكر ان هو جوه عالم ثلاثي الابعاد. وفي اللحظه دي بوركي بتكون عايزه تعدي من الباب وتروح ورا هارولد، ولكن بيظهر ان إل خايف ان هو يعمل كده، فبتطلع بوركي شوكه من ظهرها وبتشك بيها، فبيصرخ إل وبيعدي من الباب، ولكن الباب بيتقفل على بوركي بالغلط. واول ما بيوصل إل للعالم الحقيقي بيبص لنفسه في المرايه وبيفضل يصرخ لما بيلاقي نفسه اتحول لانسان. وفي نفس الوقت ده هارولد بيشوف شخص بيمارس رياضه الجري، فبيجري جنبه وبيساله هو بيجري من مين، فبيستغرب الشخص ده من كلامه وبيتهمه بالجنون وبيتريق على هدومه. فبيروح هارولد المحل ملابس وبيغير هدومه وبيلبس هدوم زي البشر، وبعدها بيتفاجئ بإل وهو بينده عليه، وبيفرح هارولد لما بيشوف إل بعد ما اتحول وبقى بشر. وفي نفس اللحظة دي بيشوفوا راجل عجوز قدامهم، فبيجروا عليه وبيكونوا فرحانين جدا، وبيكونوا فاكرين ان هو ده الراجل العجوز اللي كان بيكلمهم، لكن الراجل العجوز ده بيخاف منهم وبيبعد عنهم، فبيفهموا ان هم غلطوا وان مش هو ده الراجل اللي هم بيدوروا عليه. وبعدها هارولد بيقرر ان هو يدور على الراجل العجوز في مكان تاني، فبيطلع القلم المسحور وبيرسم عجلة، وبعدها بيحولها لعجلة حقيقية وبيركبها هو وإل علشان يدوروا على الراجل العجوز. وفي الوقت ده بتقدر بوركي ان هي تفتح الباب وبتعدي منه وبتوصل للعالم الحقيقي وبتكون في هيئة بنت، وعلى عكس إل بتكون بوركي مبسوطة لان هي بقت من البشر. وبعدها بنروح لواحدة ست اسمها تيري وبتكون في عربيتها مع ابنها ميل، وبيظهر ان ميل انطوائي وما عندوش اي اصدقاء، لدرجة ان هو بيخترع لنفسه صديق وهمي وبيسميه كارل وبيفضل دايما يتكلم معاه. فبتحاول تيري تتكلم مع ابنها ميل علشان يبطل اللي هو بيعمله، ولكن فجأة بتلاقي هارولد وإل قدامها وبتخبطهم بالعربية، وبعدها بتنزل تيري علشان تطمن عليهم، وبيكون واضح ان هم كويسين وما جرالهمش حاجة. وساعتها بتلاحظ تيري ان كاوتش العربية اتخرم اثناء الحادثة، فبتتضايق جدا لان هي مش معاها ستيبن، فبتطلع تليفونها علشان تتصل بمركز الصيانة، وبيستغل هارولد انشغالها في المكالمة وبيطلع القلم السحري وبيرسم كاوتش عربية وبيحوله لكاوتش حقيقي. وبيشوفه في اللحظة دي ميل وبيكون مستغرب من اللي بيحصل، فبتركبه في العربية وبتشكره على مساعدته، وبعدها بيتعرفوا على بعض وبتاخدهم تيري معاها في العربية، وبتقرر تيري ان هي تاخدهم على البيت علشان يرتاحوا ويكملوا رحلتهم تاني يوم. ولما بيوصلوا بتخليهم يباتوا في الدور العلوي، وساعتها بيلاحظ هارولد ان في نوتة موسيقية موجودة في المكان، وبيعرف من تيري ان هي عازفة بيانو، وان هي كانت بتحلم ان هي تكون عازفة مشهورة في يوم من الايام، لكن كل احلامها اتدمرت بعد وفاة جوزها، وده لان هي شالت مسؤولية البيت ومسؤولية تربية ميل. وفي النهاية انتهى بيها الامر ان هي تشتغل عاملة في سوبر ماركت. وبالليل هارولد بيقعد مع ميل وبيسأله ميل هو ازاي قدر يصنع كاوتش العربية، فبيوري له هارولد القلم السحري اللي معاه وبيرسم بيه فراشة وبيحولها لفراشة حقيقية. وبعدها بيدي هارولد القلم لميل وبيطلب منه يرسم اي حاجة تيجي في خياله، فبيرسم ميل عنكبوت بجناحات وبيحوله لعنكبوت حقيقي، وبيظهر ان العنكبوت ده متوحش لانه بيهجم على الفراشة وبياكلها. وفي الوقت ده بوركي بتكون ماشية في الشارع وحاسة بالبرد، وبتشوف ورد لونه بنفسجي قدام واحد من البيوت، وبتفتكر ان هارولد وإل موجودين في المكان ده، ولكنها اول ما بتدخل البيت مش بتلاقيهم، لكنها بتلاقي قدامها جاكيت متعلق على الشماعة فبتاخده وبتلبسه. وبعدها بتروح على المطبخ وبتفضل تاكل، لكنها فجأة بتسمع صوت اصحاب البيت وهم بيقولوا لها ان هم بلغوا الشرطة، فبتهرب بوركي من البيت بسرعة قبل ما الشرطة تيجي وتقبض عليها. وتاني
يوم بتتفاجئ تيري لما بتلاقي اكل كتير على السفرة، وبعدها بتشوف هارولد وميل وإيل قاعدين بيفطروا في الجنينة، فبتسألهم هم جابوا الاكل ده منين، فبيقول لها ميل ان هارولد هو اللي عمل لهم الاكل ده كله، وبيقول لها ان هو كمان لون واجهة البيت باللون البنفسجي وده باستخدام القلم المسحور اللي معاه. لكن تيري طبعا مش بتصدق كلامه وبتفتكر ان هارولد بيمارس نوع من انواع الالعاب السحرية، فبتاخد تيري هارولد على جنب وبتقول له ان هي مش ناقصة خيالات وان كفاية عليها الخيالات اللي ابنها معيشها فيها مع صديقه الوهمي. وبعدها تيري بتقول لهم ان هي هتروح شغلها وبتطلب من ميل ان هو يروح على المدرسة، وبتقول لميل ان هارولد وإيل هيمشوا هما كمان. وبعد ما بتمشي تيري بيطلع هارولد القلم السحري من جيبه وبيكسر منه حتة وبيديها لميل، فبيفرح ميل جدا وبيشكره. وبعدها ميل بيقرر ان هو مش هيروح المدرسة وبيروح مع هارولد وإيل علشان يدوروا على الراجل العجوز. ولما ميل بيلاقيهم مش عارفين يبدأوا منين البحث بياخدهم وبيروح بيهم على المكتبة، وهناك بيعرفهم على جاري امين المكتبة واللي بيكون صديق قديم لتيري ام ميل من ايام الجامعة. وبعدها بيطلب جاري من هارولد وإيل ان هم يقولوا له على اسم الراجل العجوز اللي هو بيدور عليه، لكنه بيتفاجئ ان هم ما يعرفوش اسمه، فبيتريق عليهم جاري وبيقول لهم ان هم مش محتاجين للانترنت علشان يدوروا على الراجل العجوز، وان الافضل ليهم انهم يركبوا طيارة ويكتبوا له رسالة في السماء. والغريب ان هارولد بيوصف جاري ان هو عبقري، وده لان فكرة الطيارة عجبته جدا. وبعدها بينزل للشارع وبيستخدم القلم المسحور وبيرسم طيارة وبيقدر يحولها لطيارة حقيقية. واول ما بيشوف جاري اللي بيحصل ده بيتصدم لانه بيكون عارف اسم الكتاب اللي بيحكي قصة هارولد والقلم البنفسجي، فبيروح يدور على الكتاب في المكتبة لحد ما بيلاقيه. اما هارولد فبياخد ميل وإيل وبيطيروا بالطيارة في الجو، وبيقترح عليه ميل ان هو يكتب رقم تليفون امه بالدخان جنب الرسالة اللي هو هيكتبها للراجل العجوز، فبينفذ هارولد كلام ميل. ولما بينزلوا على الارض بيبصوا للسما وبيكونوا معجبين جدا باللي هم عملوه. وبعد شوية وقت بيبدأ الرجالة العواجيز ان هم يتصلوا على تيري، وده لانهم بيكونوا فاكرين ان تيري بتدور على راجل كبير في السن علشان تتجوزه، لكن تيري بتصد كل اللي بيتصل بيها وبتقفل في وشه السكة، وبتكون مستغربة جدا من كمية المكالمات اللي بتجيلها دي. وبالليل هارولد بيرسم بيانو لتيري من غير ما هي تشوفه، وبيفاجئها وبيطلب منها تعزف على البيانو، فبتفرح تيري جدا وبتبدأ تعزف، وبيظهر ان تيري عزفها جميل جدا وبيجذب انتباه الناس اللي في الحديقة، علشان كده بيتجمعوا حواليها وبيكونوا مستمتعين. وبعد ما بتخلص كلهم بيسقفوا لها، وساعتها بيوصل جاري للمكان وبيقول لهارولد وإيل ان هم لقوا الراجل العجوز اللي هم بيدوروا عليه، فبيودعوا تيري وميل وبيروحوا مع جاري، وبعدها بيقعدوا سوا وبيوريهم جاري الكتاب اللي هم كانوا عايشين فيه، وبيعرفوا ساعتها ان مؤلف الكتاب ده اسمه جون، وده معناه ان هو ده الراجل العجوز اللي كان بيكلمهم طول الوقت. وبكده هيكون البحث اسهل بكتير لانهم هيعرفوا عنوانه وهيروحوا له. وفي اللحظة دي بتظهر بوركي في المكان وبتكون سعيدة جدا لان هي اخيرا لقيتهم، لكن الشرطة بتيجي وبتقبض عليها. ولما بيعرفوا ان هارولد وإيل يبقوا اصحابها بيقبضوا عليهم هم كمان. وفي مركز الشرطة الضباط بياخدوا القلم المسحور من هارولد، وده معناه ان هارولد واصحابه مش هيلاقوا طريقة علشان يهربوا بيها. وبعدها بيجي الشرطي وبيفتح الزنزانة علشان يدخل فيها مجرم، فبيستغل هارولد واصحابه الفرصة وبيشتتوا انتباه الشرطي لحد ما بيخرج إيل من الزنزانة. وبعدها بيتحرك بسرعة وبيروح يجيب القلم المسحور وبيديه لهارولد. وبعدها بنلاقي كرة حديد ضخمة بتدمر جدار الزنزانة، وبيخرج هارولد هو واصحابه من الزنزانة وبيهربوا بسرعة. وتاني يوم بيكون ميل في المدرسة وبيجي 2 من زمايله المتنمرين وبياخدوا منه الصفارة بتاعته وبيحبسوه في المخزن، فبيستخدم ميل جزء القلم المسحور اللي هو اخده من هارولد وبيرسم بيه صديقه الوهمي اللي اسمه كارل. وبيترعبوا الاطفال لما بيسمعوا صوت خبط جامد جدا على باب المخزن، وبيترعبوا اكتر لما بيشوفوا كارل واللي بيكون عبارة عن تنين طائر وبيهجم عليهم وبياخد منهم الصفارة وبيرجعها لميل. وساعتها ميل بيكون مبسوط جدا وبيشكر كارل، وبيخرج ميل من المدرسة وبيلاقي هارولد وزمايله مستنيينه، وبيتعرف ميل على بوركي وبيكون مبسوط جدا ان هارولد واصحابه رجعوا له. وساعتها هارولد بيقول لميل ان هم عرفوا اسم الراجل اللي هم بيدوروا عليه، فبيبحث ميل عنه على الانترنت وبيعرف عنوان بيته. وبعدها بيروحوا كلهم على البيت، ولكنهم بيتصدموا لما بيعرفوا ان جون مات وان مراته حولت البيت لمتحف لاعماله. وبيكون هارولد حزين جدا بسبب موت جون. وفي اللحظة دي بتيجي تيري واللي بتكون عرفت مكان ابنها من خلال تعقب تليفونه، وبتكون تيري زعلانة جدا من ميل لان ميل مرجعش على البيت وراح مع هارولد.
وبتطلب تيري من هارولد ان هو يبعد عن ابنها وبتسيبه وبتمشي. وبسبب الاحباط اللي بيكون مسيطر على هارولد قوة الألم المسحور بتضعف، وبتبدأ كل حاجة هو رسمها تختفي، واولهم اصحابه إل وبوركي. وفي نفس الوقت ده بتتفاجئ تيري ان كاوتش العربية اللي رسمه هارولد اختفى، وبسبب اختفائه العربية عطلت بيهم على الطريق. وبعدها ميل بيشوف هارولد مع جاري في العربية، وبيستغرب ميل ان هارولد لوحده من غير اصحابه، فبيربط ميل الامور ببعضها وبيحس ان في حاجة غلط بتحصل. وبيكون ميل عايز يروح ورا هارولد علشان يساعده، لكن تيري بترفضه وبتطلب منه ينسى هارولد وما يفكرش فيه. لكن لما بيوصلوا للبيت بيتسلل ميل من ورا امه، وبيركب عجلته وبيروح يدور على هارولد. وفي الوقت ده هارولد بيكون في المكتبة مع جاري، وبيستغل فرصة ان هارولد محبط وحزين، وبيطلب منه ان هو يديله القلم المسحور، وبيقول له ان القلم ما عادش ليه فايدة معاه بعد موت جون. فبيقتنع هارولد بكلام جاري وبيديله القلم، ولكنه بيتفاجئ ان جاري بيستخدم قوة القلم المسحور وبيربطه بسلسلة في الجدار، وساعتها بتظهر نوايا جاري الشريرة، وبيكون عاوز ينتقم من كل اصحاب المطابع اللي رفضوا يطبعوا الرواية بتاعته. فبيفهموا هارولد انه ما ينفعش يستخدم قوة القلم المسحور في الشر، لكن جاري بيتجاهل كلامه وبيصمم على اللي في دماغه. وفي اللحظة دي بيوصل ميل وبيكون عاوز ينقذ هارولد، لكن جاري بيمسكه وبيربطه جنب هارولد. وبعدها جاري بيقول لهم ان هو هيستخدم قوة القلم المسحور وهيحول روايته اللي هو ألفها لعالم حقيقي، وده علشان يكون هو البطل الأسطوري ويتجوز الأميرة اللي هو بيحبها. وبيقول لهم جاري ان الأميرة دي هي تيري، وده لان هو بيحبها من زمان وكان نفسه يتجوزها. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. ولما بيخرج جاري من المكتبة بيرسم عربية حربية وبيركبها وبيمشي من المكان. وفي اللحظة دي بيكون هارولد حزين، وده بسبب كل اللي حصل له في العالم الحقيقي، لكن ميل بيتكلم معاه وبيقدر يخرجه من حالة الحزن اللي هو فيها. وبعدها بيطلع ميل جزء القلم المسحور من جيبه وبيستخدمه هو وهارولد وبيصنعوا بالون وبيطيروا بيه في السماء، وبيبدأوا يدوروا على جاري. وفي الوقت ده تيري بتكتشف ان ميل مش موجود في البيت، فبتركب عربيتها بسرعة علشان تروح تدور عليه، ولكنها بتتفاجئ لما بتلاقي لون البيت بيتحول للون البنفسجي. وبنروح لهارولد وميل واللي بيشوفوا جاري وهو بيجري بعربيته في الشارع، فبيروحوا وراه لحد ما بيوصل حديقة المدينة، وهناك بيقدروا يوقعوه من فوق عربيته، وبعدها بينزلوا من البالون. وبعدها بيقف هارولد قدام جاري وبيعرفه ان هو قدر يهرب باستخدام جزء القلم المسحور اللي معاه. فبيقول له جاري ان هو معاه جزء اكبر منه، وده معناه ان هو مش هيقدر يواجهه. لكن هارولد بيتجاهل كلامه وبيشتبك معاه في معركة قوية، وبيفضل كل واحد فيهم يرسم سلاحه اللي هيستخدمه في القتال. وبيقدر هارولد ان هو يهزم جاري، وبيكون على وشك ان هو ياخد القلم منه، ولكن جاري بيمسك القلم وبيبلعه. وبعدها بيستحوذ جسمه على قوة القلم المسحور، وبيتحول جاري لهيئة البطل الاسطوري اللي في الرواية بتاعته. وفي اللحظة دي بتوصل تيري وبتطمن على ميل، واول ما بيشوفها جاري بيعرض عليها ان هي تنضم ليه، وبيعرفها ان هو هيتجوزها وهيخليها اميرة في العالم اللي هم هيعيشوا فيه. لكن تيري بترفض وبتكون عايزة تاخد ابنها وتهرب، فبيستخدم جاري قوته وبيحاصرهم بحمم بركانية من كل ناحية. وبيحاول هارولد ان هو يساعدهم، ولكنه بيقع على الارض وبيطير القلم من ايده وبيقع في مكان بعيد عنه. وفجأة بيظهر كارل صديق ميل وبيهجم كارل على جاري، لكن جاري بيضربه وبيوقعه على الارض. وساعتها هارولد بيتمنى ان اصحابه يكونوا جنبه علشان يساعدوه. وفجأة بتظهر بوركي وإل في المكان، وده لان هارولد استعاد ثقته الكاملة في نفسه، وكل حاجة اترسمت بالقلم المسحور رجعت زي ما كانت. وبيقول هارولد لاصحابه ان جزء القلم المسحور ضاع منه، فبتستخدم بوركي حاسة الشم القوية اللي عندها، وبتقدر ان هي تلاقي جزء القلم وبتحدفه لهارولد. لكن جاري بيقف قدام هارولد وبيقول له ان اي حاجة هو هيرسمها مش هتقدر تقف قصاده. لكن هارولد بيفاجئ جاري وبيرسم العنكبوت الطائر اللي ميل رسمه قبل كده، وبيهجم العنكبوت ده على جاري وبيدخل جوه بقه. وبعدها بتيجي بوركي وبتضرب إل على ظهره، فبيخاف إل وبيتحول لهيئته الحيوانية، وبيهجم على جاري وبيضربه ضربة قوية جدا. وفي نفس اللحظة بيخرج العنكبوت من بق جاري، وبيكون معاه القلم المسحور اللي جاري بلعه. فبعدها قوة جاري بتختفي وكل حاجة في المكان بترجع لوضعها الطبيعي. وساعتها بيفوق كارل وبيروح له ميل علشان يطمن عليه، اما هارولد فبيروح لجاري علشان يطمن عليه، وبيعتذر جاري لهارولد على اللي هو عمله، وبيقول له ان كل اللي هو عايزه ان هو يعيش في العالم اللي هو تخيله لنفسه. فبيستخدم هارولد القلم المسحور وبيرسم باب كبير، وبعدها بيفتحه قدام جاري وبيوري له العالم اللي فيه خياله. وبتظهر بطلة الرواية اللي بتكون نسخة
من تيري. فبيشكر جاري هارولد وبيعدي من الباب، وساعتها بيتحول لبطل الرواية اللي هو ألفها. وبعدها هارولد بيقفل الباب وبيجي كارل وبيطلع نار من بقه وبيحرق الباب، وده علشان هارولد ما يرجعش للعالم الحقيقي تاني. وفي اليوم اللي بعده كلهم بيروحوا على بيت جون مؤلف الكتاب اللي هارولد واصحابه عايشين فيه، وبيكونوا كلهم مبسوطين جدا بالرسومات اللي هما بيشوفوها في المكان. وبتيجي مرات جون وبتدي هارولد رسالة من جون، فبيفتح هارولد الرسالة وبيلاقي جون بيقول له ان هو كان قاصد يسيب له القلم المسحور، وده علشان يستخدم خياله ويصنع قصته بنفسه. وبعدها هارولد بيرسم باب وبيفتحه علشان يكمل هو واصدقائه قصتهم. وبعدها هارولد واصحابه بيودعوا ميل وتيري وبيعدوا من الباب علشان يرجعوا للعالم اللي هم عايشين فيه. وبالليل بيرجع ميل بيته وبيفضل يلعب مع كار، اما جاري فبيدور في العالم بتاعه على تيري لحد ما بيلاقيها، واول ما بيشوفها بيعرض عليها الجواز على طول، ولكنه بيتصدم لما بيلاقيها بتحب واحد غيره وهتتجوزه. وبيخلص الفيلم.